مساء السكر. هنعمل النهاردة القرص الطريقة الفلاحي، بجد طريقتها تحفة وطعمها يجنن، بجد حكاية لازم تجربوها. لو جربتوها بجد عمركم ما هتعملوا اي طريقة غيرها، طريقة جدا وتستاهل فعلا ان انتوا تجربوها. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة لو انت عندك لبن رايب يكون احسن، لو ما عندكيش زيي بتجيبي لبن عادي، كوباية لبن عادي، وتحطي عليها معلقة كبيرة من الخل وتسيبيها تخمر، تسيبيها تروب، يعني بتسخنيها على النار. اول لما بتشم النار بتلاقي اللبن راب على طول. بعد كده بحط كل كوباية دقيق عندي بتاخد معلقة كبيرة من السكر. اول حاجة انا عاملة هنا 5 كوبايات دقيق، فحطيت 5 معالق من السكر، وحطيت عليهم ظرف خميرة، حطيت عليهم مية دافية وسبتها علشان الخميرة تشتغل. وبعدين حطيت 3 معالق كبار لبن بودرة، وبعدين حطيت نص كوباية سمنة مسيحاها، وحطيت ربع كوباية زيت، وبعدين هضيف الخليط بتاع الخميرة، وهضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهبدأ ان انا اعجن بقى العجينة بتاعتي. هلم العجينة كويس وهضيف لها معلقة كبيرة من الفانيليا علشان الكمية بتاعتي بتكون كبيرة. لو انتوا عايزين تقللوا الكمية ممكن تعملوا نصها وتنصصوا نفس عدد المقادير. بسيب العجينة بقى تخمر. العجينة بتاعتي بتكون طرية قوي بس ما بتلزقش خالص. العجوة بقى هبدأ ان انا افكها، هحط عليها كام قطعة زبدة واحطها في الميكروويف. لو مفيش ميكروويف ممكن نحطها على النار عادي جدا لحد اول لما بتبدأ تسخن، فبتبدأ ان هي تفك لوحدها. هبدأ ان انا اشكلها، انا بشكلها صوابع علشان انا هشكلها صوابع او دواير او الاتنين زي ما تحبوا. لو هتعملوا قرص مدورة هتعملوها دواير، لو هتعملوا قرص بطريقة تانية هتشوفوها دلوقتي هتعملوها صوابع زي ما انا عملتها. هبدأ ان انا اغلف الصواني بتاعتي بالمادة الدهنية. كده خلاص خمرت اهي وحجمها اتضاعف. هبدأ ان انا اشكلها على هيئة دواير واسيبها، وهبدأ لما ابدأ ان انا هشتغل في اول دايرة انا عملتها علشان تكون ارتاحت شوية. هاخد اول دايرة بقى انا عملتها، وبعدين هبدأ ان انا افردها كويس. انا هنا فردتها بالطول مستطيل يعني. وبعدين هبدأ ان انا افك العجوة افردها. عايزين تزودوا كمية العجوة براحتكم، عايزين تقللوها براحتكم زي ما تحبوا، بس هي كده كانت مناسبة. هبدأ ان انا بقى اقطعها، هعملها صوابع بالشكل ده كده. دي بقى هعملها دايرة يعني قرصة بالشكل ده كده. بجد يا جماعة بدون مبالغة هي طعمها كان تحفة. هي خلصت كلها اصلا في ثواني، يعني هي ما قعدتش عندي في البيت.